يا جماعه انا عندي بس سؤال واحد، احنا هنلاعب مين بعد الارجنتين؟ والله الفرحه طلعت حلوه يا جماعه، وطلعنا بنعرف نفرح. تحس بجد يا جدعان ان احنا احسن ناس في الفرح، احسن ناس بتفرح بجد. بن اسمها ايه بالظبط، احنا بنقدر قيمه الفرحه قوي يا جدعان بجد. فانا بجد عندي سؤال، احنا هنلاعب مين بعد الارجنتين؟ ميسي ده بقى خلاص في جيب مروان عطيه من زمان، من ساعه كاس العالم للانديه مع الاهلي. ميسي في جيب مروان عطيه. بس واثقين بجد في المنتخب، واثقين من كل لعيب والله. حتى اللي كان وحش انت ما تقدرش تمسك عليه ان هو وحش، يعني انت مثلا ما تقدرش تلاقي لعيب بعينه وما عملش اللي عليه، لا تحس فعلا ان اللعيبه كلها طلع اللي عندها، تحس فعلا اللعيبه كلها جزه، تحس ان اللعيبه كلها عايزه تعمل حاجه في البدايه. ما فيش حد مثلا متنك على الكوره، او ما فيش حد مثلا تحس ان هو مش عامل اللي عليه، فاهمني؟ يعني نفسي اشوف عمر مرموش في كاس العالم. الحب جاني عمر مرموش في افريقيا اللي فاتت كان مقدم بطوله جامده قوي، وهو تقريبا اللي كان شايل المنتخب عموما يعني، وكان كلنا قعدنا نقول عليه. طبعا العالم وقع وما ظبطوش. كان انا ما عملتش مقدمه، سخنت واتكلمت انا كل ده وما عملتش اصلا ولا انترو ولا اي حاجه، دخلت في الكلام على طول عشان عندي بجد كلام كتير قوي النهارده اقوله عن عن الماتش وعن الفرح اللي احنا احتفالات اللي حصلت امبارح، عن كل حاجه. انا فتحت الكاميرا وطلعت اتكلم في الموضوع على طول. انا احمد ابراهيم، ودي حلقه جديده من سلسله نسيت اسم السلسله، من سلسله جحيم الوعي. هتسالني ليه سميتها جحيم الوعي؟ اقول لك بجد مش عارف، بس هو الاسم جه في دماغي، وهو مش هتلاقيه مش لايق على اي حاجه، يعني هو مثلا مش هيبقى لايق على الحلقات اللي تبقى موجوده فيه، هو مش لايق على اي حاجه، بس هو حسيت اسم حلو كده وقشطه وبتاع. والعالم وقع تاني يا عم. لازم كتير، ها انا هرمي العالم ده في الزباله مش راضي يتثبت. عطل فني، نأسف على العطل الفني. المهم بقى نرجع لاسم السلسله. مش عارف هي ليه هسميها كده، بس هي هتبقى اسمها كده، هو جحيم الوعي. هو تحس اسم عميق كده وتحس اسم روش، فانا قشطه. تنساش تعمل لايك. معاك احمد ابراهيم ويلا بينا. الماتش بجد كان حلو، الماتش كان حلو قوي في اول الشوط الاول كنا ماسكين كوره كويس، كان باين لينا شكل كويس في الملعب، كان شكلنا حلو جدا. وكمان امام عاشور ده يا جدعان، اقسم بالله امام عاشور ده يا جدعان انا ما شفتش كده، بسم الله ما شاء الله. عنده لمسه تلاقي استلامه، تلاقي في كل حته في الملعب، يعني شويه بيلعب وينج، شويه تلاقيه في النص، شويه تلاقيه نزل تحت، يعني تلاقيه هو دايما بيجري، دايما عنده الريتم عنده سريع، دايما عنده تحس ان هو دايما بيجري. لما شاط الكوره، لما شاط الفاول اللي بعد كده جاب منه الجول، الفاول اتصد تلاقيه دخل على طول في منطقه ال 18 ويجيب هيد من ورا المدافعين، مع ان امام عاشور يعني مش طويل اعتقد متر و80 او متر حاجه و70، مش عارف بالظبط يعني كان قد ايه، بس ما هوش طويل يعني. قصاده ناس عمالقه طبعا، يعني ناس من قوم عاد، ان هو يجيب حاجه زي كده من ورا المدافعين، يجيب جول من هيد، فدي كانت حاجه جامده قوي. يعني انا بصراحه عن نفسي اول ما كانت الكوره بتيجي لامام عاشور كنت بحس ان انا ماشي، هيطلع كوره حلوه دلوقتي، فاهمني؟ رامي ربيعه برده كان حلو جدا. ساعات تلاقي رامي ربيعه بيدافع، شويه تلاقي رامي ربيعه قدم بقى سترايكر. رامي ربيعه كان موجود في كل الملعب امبارح، كان بجد جميل قوي. بعدين هيثم حسن يا جدعان، هيثم حسن ده تحفه اقسم بالله. هيثم حسن نزل في الشوط الثاني من الماتش، الماتش كان نايم، مره واحده لقيت الماتش لا بدا يمشي شويه، بدات تلاقي اصلا صلاح بدا يفوق شويه. اصلا لما هيثم نزل بدا صلاح ان هو يفوق. الجبهه بتاعت صلاح وهيثم حسن دي كانت جامده قوي. هو جريء جدا في الملعب، بيخش على طول في الهجمه، تلاقيه بيعمل هجمات قويه جدا، بيرقص واحد واثنين وثلاثه عادي، ما عندوش مشكله ان هو يخش ويهاجم. فاكتر حاجه فرحت بيها هو هيثم حسن بجد اتبسطت جدا ان هو شارك اخيرا، يعني اخيرا العميد رضى عنه خليه يشارك يعني. انا نفسي افهم محمد هاني. امبارح انا عمال اقول محمد هاني جامد قوي، محمد هاني حلو قوي، محمد هاني ما شاء الله عامل كاس عالم حلو جدا، ونسيت بقى حته ان هو جاب جون في بلجيكا دي. قلنا خلاص عدي يا عم، جاب جون بالغلط في بلجيكا والحمد لله عدت على خير والماتش عدى على خير. جايب تاني جون فينا، جايب برضه جون فينا عكسي، جون عكسي برضه فينا تاني للمره الثانيه واحنا كسبانين، وامام جايب جون جامد قوي. نفس الموقف بالظبط بيتعاد تاني. الواحد قاعد يقول محمد هاني حلو جدا طول البطوله، مره واحده يلبس. بس هو الحمد لله يعني. بس بجد محمد هاني من احسن لعيبه المنتخب، لو بعيدا عن الهزار يعني. محمد هاني من احسن لعيبه المنتخب في كاس العالم السنه دي 100%. محمد هاني من احسن لعيبه المنتخب. محمد هاني عامل ادوار دفاعيه وادوار هجوميه 10 على 10 بجد والله. هو بيحاول يعني، هو برضه بيحاول يعني، اللعيبه كلها بتحاول. انا قلت لك ده احسن حاجه اصلا في المنتخب بالذات مع حسام حسن. منتخب حسام حسن ده اللي هم بيحاولوا. المنتخب اللي احنا شايفينه دلوقتي في المونديال ده احسن حاجه فيه ان هو بيعافر، ان هو بيحاول. اعتقد اصلا ما فيش حد شاف منتخب مصر كده غير بقى نسخه كابتن حسن شحاته طبعا، والمنتخب العظيم اللي كان موجود. انا بكره ضربات الجزاء، يا جدعان. امبارح كل ضربه جزاء انا ما كنتش قادر اقعد، عمال اتنطط في الشقه. طبعا الواد العجل الطويل 300 متر ده، الواد ده اقسم بالله انا قعدت ادعي عليه دعوات ان هو يتصاب، بس ما فيش حاجه مقصره فيه. الواد ده يا جدعان صعب، الواد الصغير ابو 18 سنه ده والله لازم صعبان عليا، داخل لي يشوط ضربه جزاء مونديال. انت في ثانويه عامه، انت المفروض دلوقتي لسه بتمتحن كيمياء اول امبارح. هم عامه كانت بتدور على الازازه دي تقريبا، واخدها هنا عندي بقى 3 ايام مثلا حاجه ثانيه بقى. انا مش عايز اتكلم على كوره، انا مش مثلا انا مش طالع ان انا احلل ولا بتاع، بس انا بديكوا وجهه نظر عن الماتش عموما كواحد متفرج او
وجهه نظره، فاهم قصدي؟ انا مش عايز اتكلم في الكوره، تيجي نفكس كل الحته دي، مش عايز اتكلم في الكوره. طب ماشي بص تعالى نفكس حته الكوره دي خالص، مش عايز اتكلم في الكوره، انا مش عايز اطلع ككوره فاهمه، عايز اتكلم كتوتال كده اللي هو كشكل الفرحه عندنا كمش عارف ايه، يبقى فيديو خفيف كده في الاول فاهمه. عايز اتكلم ككروي قوي يعني، مبدئيا كده عايز اتكلم عن امام عاشور. فالماتش كتوتال مش عايز اتكلم على كوره قوي، الماتش كتوتال كان من احسن الماتشات اللي انا شفتها في حياتي، مش عشان الماتش كاداء المنتخب كان حلو، لا عشان الماتش نفسه قيمته كويسه، قيمه الماتش نفسها كانت عاليه. انت دلوقتي منتخب اول مره توصل لدور 16، منتخب مصر بيعمل اول كل حاجه، منتخب مصر اول مكسب ده دلوقتي كده يبقى تاني مكسب ليك في كاس العالم، ده اول صعود ليك لدور 16. احنا كنا فين وبقينا فين؟ امبارح انا كنت بتفرج هنا في البيت عادي مع ابويا وكده، خلصنا الماتش من هنا الناس كده هتحتفل، احنا متوقعين ان احنا ننزل نلاقي ناس بتحتفل يعني، بس ما كناش متخيلين ان كل الناس دي بتحتفل، ما كناش متخيلين ان الشوارع مقفوله، ما كناش متخيلين كل الكلام ده. طبعا انا اتجننت امبارح، في واحد شني على كتفه وقعدت ارقص، لقيته جاي بيشني على كتفه وبيرقص بيا عمال ماسك العلم. انا امبارح كنت متجنن، امبارح كنت قاعد شنطه العربيه، كان في واحد برده معدي كده، قلت له تعالى اركب جنبي، ركب جنبي وقعدنا نرقص برده ونرقص الناس. فاللحظه دي بتبقى حلوه، اللحظه بتاعت ناس احنا ما نعرفهمش يعني، انا ما اعرفش مثلا، انا كل الناس اللي انا رقصت معاهم امبارح انا ما اعرفهمش، في مكان كان بيعدي كنت بقف ارقص معاه بوقفه وارقص معاه. امبارح في فيديوهات طلعت لواحد سايق اللي هي الفيسبا دي، ولا اللي هي المكنه الفيسبا دي، مركب مراته وراه وعمال عامل كده، انا نفسي اعرف هو عمل كده ازاي. فيديوهات جامده قوي بتطلع، احنا بجد بحس ان احنا اكتر بجد زي ما قلت اكتر بلد شعبها بيحب يفرح او بيقدر الفرحه جدا، الشعب كله بيبقى مبسوط، الناس كلها بتبقى ماشيه بتضحك، الناس كلها بتبقى تقابل اي واحد يقول لك الف مبروك، تقابل اي واحد تلاقيه بيرقصك، مش عايز ترقص هترقص فاهم. انا امبارح مرقص الشارع كله، كنت بتجنن في الشارع انا حرفيا. فامبارح كان يوم من احسن واعظم ايام حياتي. 3/7/2026 ده يوم للتاريخ، لما دلوقتي يبقى عندي عيال اقول لهم ايه؟ هقول لهم ان انا حضرت مصر وصلت دور 16 في كاس عالم، وان شاء الله باذن الله هنوصل دور 8. ميسي قصادنا مفيش يعني ربنا يستر. كمان فيديو تاني عجبني جدا شفته، اللي هو الفيديو برضو بتاع الناس عاملين يحتفلوا وبتاع وشايلين مكنه، يا مصر بتعمل ايه ازاي؟ انا مش فاهم ازاي يعني، انا بجد نفسي افهم الشعب المصري يعني، انت شايل مكنه وراجل مبسوط قوي واقف فوق المكنه بتاعته يعني، عمرك ما هتشوف شعب بيعمل كده يعني، حتى الهنود بيتكسفوا يعملوا الحاجات دي، بس احنا بنقدر قيمه الفرحه جدا بجد. كان شعور بجد مش هتقدر توصفه يعني. امنيه حياتي بجد ان مصر توصل كمان اكتر من كده، وان المنتخب يوصل اكتر من كده، لان بجد الفرحه طلعت حلوه قوي يعني. الواحد لما بيدوق طعم الفرحه بتاعت اول مره دي بتبقى جميله قوي يعني. اول مره حتى لما كسبنا نيوزيلندا الشعب كله كان فرحان، الناس كلها نزلت مش عارف ايه. الوحيد بس اللي هو مش هيبقى فرحان، عارف انت العيال اللي هم بيقعدوا يقول لك منتخب مصر وانت كده هتطلع من الدور، كده هتطلع يا عم، وانت فاكر نفسك هتكسب كاس العالم، وانت فاكر مش عارف ايه. بجد الناس دي اقسم بالله انا لو قابلت واحد في الشارع قال لي الكلمتين دول انا همسكه اطلع 200 قدايا كده، لان معلش يعني انت واحد ما كنتش بتدوق اصلا كاس العالم يا ابني، انت كنتش عارف توصل كاس العالم. انت لما كسبت الكونغو بضربه جزاء جات لك كده سبحان الله يعني من عند ربنا، تريزيجيه قام واقع في ضربه في ال 18، قام قلنا ضربه الجزاء قام صلاح حطها. لما وصلنا كاس عالم تقريبا قعدنا سنه ما ننامش مثلا، قعدنا سنه ما فيش حد بينام مثلا. انت واصل دلوقتي الحته ان انت في كاس العالم صاعد من دور الاثنين، من 48 صعدت لدور ال 32، صعدت من دور ال 32 لدور ال 16، اللي هو انت عمرك ما حلمت اصلا انت تكسب ماتش واحد اصلا في كاس العالم. فانت عندك كابتن مجدي عبد الغني قعد سنين يذلنا على ان هو جاب جون في كاس العالم. دلوقتي انت عندك مين اللي جاب اجوان؟ عندك امام جاب جونين، عندك صلاح جاب اجوان بالهبل، زيكو جاب اجوان، عندك ناس كتير قوي جايبه اجوان في كاس عالم. انت دلوقتي واصل لمرحله انت المفروض تفرح يعني. انت لو مش عايز تفرح في الوقت ده يبقى انت مخك تعبان. انت بجد انت في اعظم لحظات ممكن تعيشها كرويا لمنتخب مصر. انا نفسي افهمكم والله، حتى الناس اللي مالهاش في الكوره يعني، حتى الناس الكبيره اللي مالهاش في الكوره، الناس كلها كانت بتفرح، وبتيجي في الشارع وبتتنطط وبتفرح. فانت ايه سببك ان انت ما تفرحش؟ انا عارف ان احنا ممكن نطلع من الارجنتين، او عارف ان احنا ممكن مش هنوصل، وان احنا مش ممكن ما نوصلش نكسب كاس العالم والحاجات دي كلها، بس بجد انت دلوقتي عايش انجاز، انت دلوقتي عايش تاريخ، فانت لازم تفرح بالمنتخب عملوه، لازم تفرح، انت حاجه عمرك ما حلمت بيها. فانت بقى اللي ما بتفرحش، انا نفسي افهم انت ليه ما بتفرحش. فاستحمى كده واستحمى وانضف وافرح بالمنتخبك، خليك راجل محترم كده. يا بقى احنا ميسي في الجيب، ولا تقول لي بقى خايف من ميسي؟ احنا نلعب مين اصلا بعد ميسي؟ خلاص ماتش ميسي كده مضمون، ماتش ارجنتين كده مضمون ربنا يستر. هتسالني بقى ايه؟ هتقول لي ليه ايه بقى؟ انا عايز سؤال. اشتريت امبارح العلم ده اصلا شاريه امبارح. انا بقول لك احنا نقلنا نقله الوطنيه زادت عندي جدا امبارح. حبيت مصر قوي امبارح، بس اكتشفت ان انا بحب مصر جدا يعني، حسيت بالوطنيه بتاعتي كده. مصر حبيبتي في كفه. كان يوم للتاريخ اقسم بالله، يوم للتاريخ. انا مش قادر اتكلم من كتر، مش قادر اوصفه. شوف كده انا صورت قد ايه فيديو، نص ساعه يطلع منه 3 دقايق. مش عايز فيديو طويل قوي. النهارده هنتكلم عن التداول. انا بايد المرأة جدا، انا بحب المرأة عموما يعني، لازم تنجح بس كده. فانا ما عملتش اي حاجه غير ان انا الاضاءه وجبت الكاميرا وجبت الموبايل وعمال اصور
الفيديو انا مش عارف ايه هدفه من الدنيا، حابب ان انا اتكلم قوي عن يوم امبارح ده لان هو يوم بجد للتاريخ. هو امبارح ده اكيد الفيديو ده ممكن مثلا ينزل بعدها بيومين ولا حاجه، مش عارف هينزل امتى، فكان لازم ان انا اطلع اتكلم، لازم اطلع اقول افضفض، اقول اللي انا كنت بجد حاسه. وحتى مش عشان حد يتفرج او حد، مش عشانك انت كمتفرج قوي بصراحه، قد ما هو عشان المخرج بتاعي قال لي ان هو ما ينفعش ان انا اقول مش عشانك كمتفرج، على اساس ان انا يعني مش بقدركم كمتفرجين، لكن انتوا على راسي قسما بالله. بس ما اقصدش كده، انا اقصد مش معمول عشان انت بس تتفرج عليه، يعني ده اللي اقصده. اقولها ازاي طيب؟ انت مخرج ليك انت كمتفرج. حلوه دي كده، تبقى شكلها احسن شويه، بشيك شويه، لابسه بدله وبتاع. ماشي. اللي انا اقصده يا جماعه، اللي اقصده ايه، ان الفيديو ده معمول مش عشان طب ممكن تيجي تقولي تعالي قولي انت غلط تاني. اللي اقصده يا جماعه ان الفيديو مش معمول غرضه كفيوز او غرضه مشاهدات او غرضه مش عارف ايه، وانا اصلا ده اول فيديو يعتبر على الشانل اصلا. الفيديو معمول عشان انا كمان كام سنه اقعد اوري ولاد الفيديو ده، اقول لهم شوفوا ان انا كنت فرحان ازاي، شوفوا ان انا بحكي ازاي عن اليوم ده، يعني بتكلم ازاي بشغف عن اليوم ده. فبس لو عجبك الفيديو، ودي سلسله جديده زي ما قلت لك اسمها جحيم الوعي، وما تسالنيش سميتها كده ليه تاني، ما تنساش تعمل اعمل سبسكرايب ولايك وكومنت وشير تويتر، شير فيسبوك، شير انستجرام، شير تيك توك، شير في إيه تاني، بس مش عشان الفيوز يعني. شير على ايمو لو عندك ايمو، يعني شير على تانجو، فاكر الابلكيشنز دي. السلسله دي بجد مش مثلا فيديو كده وخلاص، السلسله دي هتفضل مكمله ان شاء الله، في افكار كتير، في حاجات كتير قوي هتتعمل فيها، في حاجات كتير قوي هتطلع منها، في افكار هطلع اتكلم عنها، سواء بقى مواقف مثلا بشوفها في الشارع، مواقف حلوه، مواقف مش عارف ايه، الكلام ده كله هطلع اقول وجهه نظر فيه او اتكلم عليه. يعني انا هطلع اتكلم براحتي، هطلع اتكلم شويه براحتي. في برضه حاجات كتير قوي هتتعمل على الشانل، مش بس كده يعني، ان شاء الله في سلاسل كتير يعني هتتعمل، في حاجات كتير قوي هتتعمل يعني. فده اول فيديو روقوا عليه يعني وظبطوا، مش معمول غرضه كفيوز. واعمل لي كومنت شوف حابب ان انا اتكلم في ايه الفيديو الجاي، او حابب مثلا تسمع رايي في ايه الفيديو الجاي، حابب مثلا اعمل ايه، افكار يعني، ادوني افكاركم برضه تحت في الكومنتات. وبس كده ولا ازاي؟ بس كده عادي، لا حد كده، انا احمد ابراهيم وبس كده.